سلام يسوع. في سؤال بيقول: لماذا عاملت أرملة صرفة صيدون إيليا النبي بذوق ورفق في المرة الأولى عندما أطعمته وأعطت له كعكة صغيرة، وفي المرة الثانية عندما مرض ابنها عاملته بشدة وقالت له: هل جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني؟ ولماذا طلب إيليا النبي أن تصنع له كعكة له هو أولا؟ ألا تعتبر أنانية منه؟ صاحب السؤال بيسأل سؤال ثلاثي. أولا، أول حاجة، هذه المرأة كانت عارفة إن المطر اتقطع، ووصل الخبر ليهم في صيدون، أرملة صرفة صيدون. الخبر وصل ليهم إن إيليا نبي اسمه إيليا، والنبي ده صلى إن السماء ما تمطرش، فالمطر وصل لكل البلاد اللي حوالين فلسطين. وبعد كده لما هو راح لقاها بتقش شوية قش، وبعدين بيقول لها: انت بتعمل ايه؟ ربنا بيقوله هي دي اللي هتطعمك. فبيسألها: انت بتعمل ايه؟ فقالت له: انت عارف ان ايليا قفل السماء، وبعد كده لم تمطر، واحنا ما عندناش غير كف دقيق ونقطة زيت، هعمل فطيرة انا وابني ناكلها ونموت، يعني ما عندناش حاجة تاني اكتر من كده. فإيليا عرفها إن هو إيليا، فقال لها: اعملي لي أنا أولا كعكة. وكلمة أنا أولا كعكة يعني قسميهم، اديني أنا كعكة صغيرة وانتوا كلوا الكبيرة. فما فيهاش نوع من الأنانية، وده بيوري قوة إيمان الست، قوة إيمان هذه المرأة لما قالت له أهلا. لأن واحدة غيرها تقول له: لما بقول لك أنا وابني تيجي تقول لي اعملها أنا الأول. لكن هي حسبتها: احنا هنعمل كعكة وناكلها ونموت. طب ايه رأيك يا بنتي لو عملنا كعكة صغيرة وادناها لرجل الله اللي بيقفل السماء ويفتحها، وبعد كده احنا ناكل ونموت؟ يبقى أول حاجة نتقابل معها مع الإله، إله السماء اللي احنا رايحين له، نقول له: احنا أكرمنا الراجل بتاعك. علشان كده دي بتبين قوة إيمانها وثقتها في إيليا النبي. أما بالنسبة لأن ابنها مات، هي ما جاتش كلمت إيليا بكلام شديد، دي هي بتتحسر، لأن تقريبا هي كانت ماشية بطال، وتقريبا ابنها ده كان جاي عن طريق خطأ. فلما مات الابن قالت له: الله، انت جيت هنا عشان تذكرني باسمي، تكشف لي الغلط اللي انا غلطته في الماضي وانا تبت عنه. لكن إيليا لما اقام الولد قالت له: عرفت الان انك نبي ورجل الله. يسوع يبارك حياتك.